ده أغرب فيلم أنا شفته في حياتي. مش عايزكوا تزعلوا، لا حد يصوت عليا ولا حتى يعيط. انا بس عاوزكوا تفتكروا ان كل اللي عملته كان عشان الافاضل. بيبدأ الفيلم مع وفاة جلال كبير عيلة أبو الفضل، وبنعرف إنه كان متورط في مشاكل كتيرة، فبتكون مهمة الابن الكبير طارق علشان ينقذ عيلته إنه يحل المشاكل دي في أسرع وقت. فيلم السادة الأفاضل من الأفلام اللي هتحس إنك عمرك ما شفت زيها. فيلم بيدور عن فكرة معينة جواها أكثر من خط بيودينا لأكثر من قصة، وبيخلينا نشوف أحداث مش مربوطة ببعض وأشبه بالعبث والفوضى. ورغم كده الفيلم كان حلو في أغلب أوقاته، لأن طول ما أنت بتتفرج مش هتبقى متوقع الأحداث من كتر العبث. ودي الحتة اللي لعب عليها الفيلم وقدر من خلالها يقدم كوميديا مش كلها كانت بتضحك ولذيذة خصوصا في الأول، بس بعد كده الموضوع اتحسن وكانت كوميديا مطرقعة ورايحة في أكتر من اتجاه. اللي خلى الفيلم ده مختلف وغريب بجانب التأليف طبعا هو الإخراج لكريم الشناوي، اللي كان عامل حالة حلوة في إخراج المشاهد وقدر يحسسنا بالفوضى اللي الفيلم كان عايز يوصلها لك. وكمان في اختياره لكاست التمثيل، الفيلم مليان نجوم كتير، والمميز ان كل واحد فيهم كان مبدع في دوره ومش شبه التاني. حتى ضيوف الشرف اللي ظهروا كان ليهم بصمة في الأحداث. وبصراحة عايز أشيد بالثلاثي طه دسوقي وعلي صبحي وميشيل ميلاد، لأن التلاتة دول أغلب الضحك اللي أنا ضحكته في الفيلم كان جاي عن طريقهم. مدة الفيلم حوالي ساعتين وربع، ودي تعتبر مدة طويلة على فيلم كوميدي، فكان ممكن الفيلم يبقى أقل من كده. كمان النهاية كانت ممكن تتقدم بأسلوب أحسن من اللي احنا شفناه، لأن الفيلم هتلاقيه طول ما انت بتتفرج كده هيخطفك في الآخر، وهتحس ان النهاية جت بسرعة واتكروتت شوية. ومن غير ما اطول عليكم، فيلم السادة الأفاضل من الأفلام اللي مش هتعجب كل الناس، لكن اللي أنا متأكد منه إن أي حد شاف الفيلم ده خرج منه مستغرب ومبسوط من اللي شافه. وتقييم الشخصي للفيلم 7/10. الأهم من ده كله رأيكم انتوا، مستنيكم تحت في الكومنتس. باي باي.